السلام عليكم. النهاردة هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. ديت من أحلى صواني العزومات. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا نص كيلو لحمة مفرومة وبصلتين كبار وجزر وفلفل، ومعانا البهارات هنا 7 بهارات وبابريكا وفلفل أسمر وملح وكمون. أول حاجة طبعا هنعملها هنعصج اللحمة. هنجيب زيت سخن على البوتاجاز نسيبه لما يسخن، وبعدين هنضيف البصل ونفضل طبعا نشوح فيه لغاية ما يدبل كده. هنبدأ نضيف اللحمة ونسيبها لغاية ما تصفي المية اللي فيها ونقلبها كويس جدا. هنضيف بقى البهارات والفلفل والجزر ونسيبها على نار هادية خالص لغاية ما تستوي براحتها. لو عايزة تسويها بسرعة ومستعجلة بتضيف عليها شوية نص كوباية مية وتغطي عليها وتخلي بالك منها لغاية ما تستوي. هنجيب هنا شوية زيت عليهم معلقة سمنة، وهنجيب الصينية طبعا اللي هنفرد فيها الجلاش. هنجيب لفة الجلاش هنقسمه نصين، نص تحت في الطبقة التحتانية وفي النص اللحمة، وبعدين بقية الجلاش فوق، يعني النص التحتاني تحت اللحمة والنص فوق اللحمة. طبعا هنفردها طبعا من كل رقة ورقة جلاش ورقة، من كل ورقة ورقة هنضيف بالفرشة كده السمنة على الزيت. طبعا هنقطعها هنا قبل ما تدخل الفرن، علشان بعد ما تطلع من الفرن نمشي بس على الطاقتين. لازم نقطعها قبل ما تدخل الفرن. طبعا هندخلها الفرن لمدة 10 دقايق بس. وهنجيب هنا باقي طبعا الزيت على السمنة اللي كان باقيين، هنضيف عليهم بيضة فلفل أسمر وملح وشوية لبن. طبعا بعد ما سبناها 10 دقايق بس في قلب الفرن هنطلعها نحط فيها المكونات ديت. هنسقيها كده بالبيض باللبن بمعلقة الزيت على السمنة اللي كانوا فايضين، وهندخلها نرجعها ندخلها الفرن تاني. ما بتاخدش وقت كبير في الفرن، يا دوب 10 دقايق وتطلع. خلي بالك قبل ما تقف، خليك واقفة قصادها. طبعا بتطلع مورقة و10 على 10.